حبيت نقترح عليكم هاد المقبلة في شهر الكريم اللي هي الشرمولة تاع كبد الدجاج. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين كيما شفتوا في لا فيديو. اليوم درت لكم وصفة خفيفة ظريفة سهلة وبزاف بنينة ومعمرة بالفوائد اللي هي كبدة تاع الدجاج. لو بري تاعها راهو هايل هاد الايامات، الو قلت جو بروفيت نديرها لهم. وانتوما تاني نفكركم فيها. جبت هنايا شوية تاع الزيت، حوالي 3 حتى 4 ملاعق تاع الزيت. انا نشوف نوريكم هذه احسن طريقه طيبوا بها الشرموله تاع الكبده. غسلت هذيك الكبده تاعي بيان سور وبالخل والملح وتو، نقيتها تري تري بيان. ومن بعد قطعتها دي بتي مورسو ماشي صغار كامل، شويه يا اخي تعرفوا الكبده تاع الدجاج تمتم الذوب. ومن بعد قليتها مليح في هذاك الزيت. كي قليتها باش درت لها لي زيبيس تاوعي اللي هما درت درسه تاع نورمالمون درسه انا كيما تعرفوا ما عنديش المهرس. رابيت لها الثوم ودرت لها الكرويه لازم تكون هايله، والملح وشويه ثوم سيجي تقدروا تستغناو عليه. والدرسه تاعي انا نديرها توجور هاد الدرسه اللي ما فن اللي عودتكم نطيبها، اللي هي الدرسه تاع الفلفل نطيبوها في الصيف ومن بعد نستعملوها على طول السنه. هذا واش فيها الوصفه تاعنا اليوم. خلطها مليح، ندير لها قيس فنيجل تاع الماء تاع لاتاي. نخلطها قيس ما يتخلطوا لي كامل هذوك التوابل اللي تو باش ما يتحرقوليش في نفس الوقت. وتاني كي تكون الطيب خلوها حتى يدخل لها طياب شويه. زيد ندير لها فنيجل تاع لاتاي تاع الماء. فوالا هذا ما كان، والوصفه تاعي راهي واجده. شوفوها لي تشهي، شوفوا هذيك المرقه عاقده خاتره. الله الله تشهي. ننصح بزاف اللي مريض ولا ياكلها بزاف باسكو مليحه تاني لانيمي. وربي يرزق الشفاء لكل مريض. وهاي لكم الكبده تاعنا ولا شرموله تاع الكبده في صحن التقديم. شهيتكم في الجنه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم. ما تنساوش تعملوا القناه بالاشتراك واللايك، سورتو القناه راهي جديده تستحق دعمكم باش نجيب لكم تالي الوصفات التقليديه الجزائريه كما عودتكم ناسو. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا مع السلامه وصحه فطوركم.